وهنا هنبدل المواقع بقى، انا والاستاذ شريف. هو اللي كان بيقدمنا المره اللي فاتت، المره دي انا اللي هقدمه. هو في الحلقه التقديميه كان اتكلم عن الشغل وازاي نعمل مشروع وكلام من ده، فالمره دي ممكن يفيدنا باكتر بالتفصيل. واتفضل يا استاذ شريف. والله عايز اقول كلنا كشباب عايزين نشتغل، عايزين نمسك مرتب حلو، عايزين يبقى شغلنا مريحه فيها مرتب كبير اقدر ابني منه نفسي، اقدر اتجوز، اقدر اجيب اللي انا عايزه، اقدر اوفر كل احتياجاتي، اقدر احوش منه علشان اعمل حاجه، اجيب عربيه، اجيب سكوتر كده يعني. دي احلام مشروعه، بس الاحلام دي عشان تبقى حقيقيه وتقدر تنفذ لازم انت نفسك تطور من نفسك. انت نفسك لازم تطور من نفسك، تطور من نفسك في فكرك، في مهارتك، اذا كانت صنعه او مهاره نفسيه او مهاره حياتيه. لازم تطلع اكتر وتتابع الحاجات اللي بتحصل والاحداث الجديده علشان تقدر لما تعمل مشروع تنجح فيه. وكمان مش اول ما تعمل مشروع او مش اول ما تشتغل شغلانه هتلاقي الصبح الفلوس جت والخبره جت والعلم جه وجبت العربيه وجبت الحاجه. لازم تبقى عارف ان انت محتاج وقت. اول شغلانه هتعلم منها الانتظام، الالتزام، ليا ميعاد اروح فيه وليا ميعاد امشي فيه، عليا واجبات لازم اقضيها عشان اخد قصادها المرتب. المرحله الثانيه هبدا اخد خبره من الشغل ده، هبدا اعرف الحاجه دي تتعمل بطريقه ثانيه احسن ازاي، اسهل ازاي، اطلع اداء اعلى بمجهود اقل ازاي. المرحله اللي بعدها ان انا استقر في الوضع ده ويبقى الموضوع ده بالنسبه لي سهل، ان انا اعمل الشغل بطريقه سهله بالنسبه لي، وأيفت حياتي ومواعيدي وكل حاجه بقت تمام، التزمت في الحاجات دي. المرحله اللي بعدها هبدا امسك فلوس بقى، هبدا امسك فلوس حبه صغيره وبعدين امسك فلوس اكتر، هتنقل من مكان لمكان، اترقى، اسيب شركه صغيره واروح شركه ثانيه كبيره. فلازم اقول ان انت لازم يبقى عندك امل، لازم تبقى عارف ان انت لما تحب تبدا شغلك مش تاني يوم الصبح الدنيا هتبقى معاك زي ما انت كنت عايز في احلامك. لازم هتواجهك بعض الصعوبات، وهتاخد وقت شويه وهتحقق احلامك. لو انت اصريت على احلامك واحلامك دي احلام شرعيه وسهله التحقيق وانت خططت لها صح هتبدا صح. النهارده هتبدا شغال، بكره تبقى صاحب شغل، بعد كده تبقى صاحب اشغال. لكن خلي الحلم ده في حياتك وما تسيبوش، لان هو ان شاء الله هيحصل باصرارك، هيحصل بتوفيق ربنا، هيحصل بان انت بتطور من نفسك، هو ان شاء الله هيحصل. وهنتكلم برضو بالتفصيل في ايه الخطوات اللي احنا ممكن نمشيها واحده واحده في المجال ده. ما بخاطبش الناس المتعلمين بس، ما بخاطبش الناس اللي ظروفهم ما سمحتلهمش يكملوا تعليمهم، انا بخاطب كل الناس اللي بتحلم انها تبقى احسن من الوضع اللي هو. نشكرك يا استاذ شريف، وان شاء الله في الحلقات القادمه هيكون في توضيح اكتر ازاي ندير المشروعات والكلام من ده من الاستاذ شريف ان شاء الله. والى لقاء اخر ان شاء الله.